الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا بقى، كنت مصوره الميك اب لوك ده، مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم قبل ده او بعد ده، مش عارفه انهي فيهم هينزل الاول. وبعد كده نزلت وخرجت وقعدت وقت طويل جدا 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 بره، بقالي دلوقتي فوق ال9 ساعات. هقول لكم ليه قررت ان انا اصور دلوقتي، لان انا كان في حاجات ناقصاني وحبيت ان انا انزل اشتريها. انا في المحل لقيت ايديا راحه على القطعه دي كانت موجوده عندي، فمسكتها كده وقلت انا عمري ما هكررها تاني، او المنتج ده انا عمري ما هشتريه تاني. ومن هنا قررت ان انا اروح البيت واجيب كل المنتجات اللي عمري ما هشتريها تاني، واطلع لكم كل المنتجات اللي عمري ما هشتريها تاني حتى لو لقيتها قدامي. لكم ايه هي المنتجات اللي انا مش هشتريها تاني، واحكي لكم كمان تجربتي كانت عامله ايه معاها. بصراحه اول ما جيت فتحت الادراج وطلعت المنتجات اللي انا مش هشتريها تاني وجمعتها لكم جنب بعض، بحيث ان انا اقول لكم ايه هي المنتجات اللي انا حرفيا مش هشتريها تاني. وكان اولهم يا بنات البيزلاين وايتنج كريم. البيزلاين ده اولا مش رخيص، سعره 350 جنيه، وتقريبا دلوقتي سعره بقى 400 جنيه. المفروض ان هو بيشتغل على تفتيح الاندر ارم وبيفتح الاماكن الداكنه في الجسم، وعايزه اقول لك هو حرفيا بلح ولا بيعمل اي حاجه من الكلام ده، وخساره فيه الفلوس جدا. وتاني منتج يا حبيبه قلب مامي وهو الفارماستي كولاجين، وعايزه اقول لكم مشهور شهره عالميه ان هو بيعمل ايه بقى. يعني انا مش بكرهه، بس انا مش هكرره تاني. ليه مش هكرره تاني؟ لان هو بيقول المفروض ان هو بالكولاجين وبيحارب التجاعيد وبيقلل مشاكل الخطوط اللي موجوده في البشره. وعايزه اقول لكم برده ان كل ده بلح، مش بيعمل اي حاجه من الكلام ده. كبيره بيرطب بشرتك، وحتى في الترطيب ترطيبه مش احسن حاجه، فبالتالي زيه زي حاجات تانية كتير، فبالتالي عمري ما هكرره وعمري ما هشتري تاني. نيجي للمنتج الطبي بعد كده وهو الديكي وايتنج كريم. عايزه اقول لكم ان الكريم ده حرفيا ما فيش دكتور جلديه ما بيكتبوش. اول ما بتروحي للدكتور بتاعتك وتقولي لها انا اسمريت، وشي ما بقاش فيه نضاره، وشي ما بقاش فيه حيويه، الكريم ده انا قعدت عليه اكتر من 4 شهور عشان كنت بعمل فريكشنال ليزر في بشرتي. وعايزه اقول لكم بلح ولا بيعمل اي حاجه تقريبا. يا بنات الكريمات بتاعه الوايتنج كريم او كريمات التبييض او التفتيح اكيد ما بتعملش نتيجه، او لازم يكون ليها سيستم معين. من وجهه نظري لازم تعملي تقشير ان شاء الله، لو تقشير بارد، وبعد كده تبتدي تستخدمي الكريمات بتاعه التفتيح او الكريمات بتاعه الوايتنج كريم عشان تجيب معاكي نتيجه. انما ما تجيبهاش من بره وتيجي تستعمليها، وحتى لو كان على مدار شهور. الكريم ده انا مقرراه مرتين على اساس ان هو هيجيب نتيجه، عشان الدكتور كانت بتقولي قرريه واستعمليه يوميا، حرفيا ولا بيعمل اي حاجه خالص. فبالتالي انا مش هكرره، حتى لو الدكتور بتاعتي قالت لي قرريه انا مش هشتريه تاني. مع بعض المنتج اللي بعد كده انا عمري ما هشتريه تاني عشان هو منتج معفن حرفيا، وهو الهايلايتر ده بتاع اماندا. مكتوب عليه اماندا ستروبنج هايلايتر، من اسوأ انواع الهايلايتر الستيك اللي ممكن تجربيها في حياتك. انت بتحطي بس جليتر وما بتحطيش هايلايتر، وحتى الجليتر اللي موجود فيه حبيباته او السباركل بتاعته حرفيا وحشه جدا. هو انا ممكن امشيه مثلا جسم او حاجه، انما بالنسبه للبشره بيعمل اي حاجه ولا بيدي جلو في اي حته. رغم ان انا مصوره دلوقتي قدام اضاءه عاليه، فالمفروض يخلي عنده دم ولا يستر مجاله ولا يعمل اي حاجه، بس هو يمين بعظيم ما بيعمل اي حاجه، وخساره فيه كل جنيه. وعايزه اقول لكم دلوقتي سعره 100 وحاجه، حرفيا من اسوأ المنتجات اللي ممكن تجيبيها. ده ما كانش من المنتجات اللي ممكن اكررها تاني، ده من المنتجات اللي استحاله اكررها تاني. ومن الحاجات اللي عمري ما هكررها تاني برضو كانت الارواش دي بتاعت شيجلام. خدت شهره عاليه جدا وناس كتير قوي طلعت اتكلمت عنها. هقول لك من وجهه نظري ده تجربتي معاه كانت ايه، وهكرره تاني ولا لا. الروش حلو جدا، ناعم جدا على الشفايف، بيقلب مات في كلمه. الوانه حلوه قوي قوي قوي، كمان كريمي قوي. وبعدين الوانه زي ما انت شايفه، بصي هو ناعم قوي وكريمي جدا، وبيقلب مات بسرعه، بينشف بسرعه جدا، وشكله بيكون في الاول حلو جدا على الشفايف. هنا بعد شويه شكله على الشفايف او ثباته على الشفايف شبه معدومه، بيروح بسرعه جدا. رغم ان هو في حاجات كتيره قوي لما بتجربيها في الاول بتعجبك جدا، او لازم يكون معاكي طول الوقت ان انت تحطي منه. هو عجبني جدا وحبيته، بس برده مش هروح اشتريها تاني. بعد كده برده من شيجلام، من الحاجات اللي انا مش بكرهها بصراحه، وهو كان البرايمر الابيض بتاع شيجلام. المفروض ان ده برايمر للبشره الدهنيه، بيقلل من شكل المسام، بيخلي البشره سموزنج. برده الحاجات اللي هي بتتقال عليه دي، او الحاجات اللي هي اصلا المفروض بيعملها، ما بيعملهاش اطلاقا، ولا بيقلل من شكل المسام، ولا كمان مناسب للبشره الدهنيه. بس انا عجبني في استعمال تاني خالص، حسيت ان هو ده فعلا الوايتنج كريم. اولا هو بيجي لونه ابيض كده، بصوا انا عايزه اوريكم النقطه حرفيا منه بتعمل ايه. هاخد منه نقطه واحده وهبتدي اوزعها على ايديا. بصي النقطه بتفرش معاكي قد ايه. المفروض ان هو برايمر خاص بالمسام البشره الدهنيه، وبيقلل من شكل المسام اطلاقا. هو مش بيعمل اي حاجه من الكلام ده خالص.
بس هو بيفتح البشره زي ما انت شايفه. بصي الايد دي من الايد دي هتحسي ان هو مفتح البشره بطريقه طبيعيه. عايزه اقول لكم ان انا حبيته في كده، بقيت احطه على البشره دايركت ككريم تفتيح او وايتنج كريم، بيديني نتيجه فوريه بس برده نتيجه مؤقته. بقيته على اساس وايتنج كريم او حاجه بتديني تفتيح مؤقت وفوري للبشره. هل يا بنات لما يخلص هرجع اكرره تاني كبرايمر؟ لا طبعا. هتكلم معاكم على منتج للاسف بحبه جدا بس برده مش هكرره تاني، وهقول لكم ليه اسبابي مش هكررها تاني. هي اللوز باودر دي بتاعت روبي روز اللي هي اسمها فيلز، من احلى انواع اللوز باودر اللي ممكن تستخدميها في حياتك. ودي الكلمه اللي انا بقولها لك دي ثقه جدا، من احلى فعلا انواع اللوز باودر اللي ممكن تستخدميها في حياتك. ده بالنسبه لمميزاتها. بالنسبه لعيوبها عايزه اقول لكم بقى اللي فيها عيبين، والعيبين مش مقبولين دلوقتي. اولا الباودر من كتر ما هي ناعمه قوي بتتطاير كده، بتحسي بتتطاير قدامي ياما جدا. عارفين احساس النشا؟ هي احساسها عامل زي النشا بالظبط، فبتتطاير ياما قوي. فده بيبهدلني جدا لو انا مثلا بحط ميك اب وانا لابسه هدومي، لابسه مثلا تي شيرت اسود او حاجه غامقه، فبيتبهدل معايا بسرعه جدا. لان انت اقل كميه حتى لما بتاخدي منها كميه بالسبونشه او بتاخدي منها كميه بالفرشه وبتيجي تنفضيها شويه فبتبتدي تبهدل معاكي الدنيا. ده بالنسبه لي كان اول عيب. تاني عيب بقى ان هي بتعمل فلاش باك خطير خطير خطير، يعني بتطلعك شبح، بتطلعك بيضه جدا في التصوير وبتعمل فلاش باك جدا. البنات اللي مش بتتصور او مش بتعمل حسابها عشان تتصور كتثبيت نينجا، بالنسبه لي في الصور ما كانتش احسن حاجه، لان انا معرضه في اي وقت ان انا عايزه اتصور، عايزه اصور فيديو، عايزه كده، فبحس ان هي بتعمل فلاش باك جامد قوي في التصوير. للامانه تثبيتها حلو جدا جدا جدا، نينجا زي ما بنقول. من الحاجات اللي انا مش هرجع اكررها تاني، لان انا قبل ما بجيب المنتج بكون عامله له دراسه، ان انا قبل ما بشتري المنتج بكون عايزه من المنتج بتاعي شويه حاجات. انا ليا طلبات يا جماعه، باجي اشتري المنتج بقول للمنتج انا عايزه منك شويه حاجات. انا عايزاك اول حاجه تكون نينجا في التثبيت، تاني حاجه تكون شكلك حلو على البشره، تالت حاجه يكون شكلك حلو في التصوير. عشان ادفع فلوس في منتج واشتريه لازم يكون فيه المواصفات اللي انا بقول لك عليها دي، عشان لو حاجه منهم مش حاصله للاسف المنتج مش هيكون مناسب معايا خالص. ودي بعض الحاجات اللي انا مش هشتريها تاني. وعايزه اقول لكم لو عجبتكم فكره الفيديو قولوا لي، عشان مجهزه لكم حاجات كتير برده مش هشتريها تاني. وما حبيتش الفيديو يكون طويل معاكم، يا رب تكوني استفدتي منه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب، واشوفك على خير فيديو جديد ان شاء الله.